ببداية الفيلم منشوف ممرضة اسمها تشينجي وصديقة هون، ولما بتروح شينجي لتتحمم بيلاحظ هون إنه موبايل تشينجي عم يطلع عليه صوت إشعارات لرسائل نصية، فبيروح بدور بحقيبتها وبيلاقي موبايل تاني بجانب موبايل شينجي. ولما شينجي بتطلع بيسألها هون عن الرسائل يلي وصلاني، وبصيروا هن الاثنين يتخانقوا مشان صديقة هون السابقة، وبتعصب شينجي بس هون بيتركها وبيمشي. بعدها بنعرف إنه هون اختفى لمدة أسبوع، وإنه عيلته كمان ما بتعرف وينه، وبتصير شينجي تعاني من الأرق من وقتها، وبينصحها الدكتور بإنه تغير وسادتها. تاني يوم بتروح شينجي على المتجر مشان تشتري وسادة، وبتلاحظ بواحدة من الوسائد إنه عم يطلع منها ريحة حلوة فبتشتريها. ولما بترجع على البيت منلاحظ إنها عم تنجذب بطريقة غريبة لهي الوسادة وبتنام على الكنباية. بس بعد شوي بيجي لعندها هون ومنشوفها إنها ارتعبت بالأول، بس بعد ما تستوعب بتنبسط كتير. وبنرجع بمشهد من الماضي وبنعرف إنه تشينجي طعنت هون بالغلط برقبته أثناء الشجار تبعهم وقتلته، وبعدها نظفت كل جسمه وحطته بكيس وسحبت الهواء من الكيس بشكل تام قبل ما تخفيه بالخزانة. وبعد كم يوم بتخبر مابيل بأنها بتنام بشكل سريع أول ما بتحط راسها على وسادتها الجديدة. وبيجي الدكتور لهنيك وبيخبر شينجي إنه واحد من رفقاته موجود بوحدة الجريمة وممكن يساعدها بالعثور على صديقة. ومنشوف إنه بكل مرة كانت شينجي تستخدم وسادتها الجديدة كانت تشوف هون بمنامها، وبيوم من الأيام لاحظت إنه صحتها عم تتدهور بسبب هالشي، فاتصلت بمابيل وطلبت منها تقديم طلب للحصول على إجازة لمدة يومين. وبعدها بتنام مرة تانية على الوسادة الجديدة. هون بنكتشف إنه الرجل اللي عم يظهر بأحلامها هو بالواقع شيطان بتنكر على إنه صديقها الميت وكان عم يستنزف قوة حياتها. بعدها منشوف مابيل واقفة مع ضابطين من وحدة الجريمة برا بيتها، وبتلقوا رسائل نصية من موبايل هون بإنه تشينجي بورطة، فبيروحوا على بيتها فوراً وبيدخلوا الشقة بالقوة، وبيلاقوها موجودة على تختها ومتمسكة بالوسادة الجديدة بقوة وبحالة حرجة. بالقصة الثانية منشوف صبي اسمه كيونغ قاعد بالعتمة جوا غرفته، وبتجي أمه لعنده وبتقله إنه لازم تروح على النوبة الليلية. وبعد ما تمشي بتجي لعند كيونغ صديقة تشار وبيقله إنه ما كان لازم يلعبوا هي اللعبة بالمرة الأخيرة. نرجع بلقطة من الماضي ومنشوف مجموعة من الأصدقاء عم يفوتوا على مدرستهم الابتدائية القديمة يلي تخرجوا منها، وبتكون المدرسة انهجرت بالكامل ورح تنهدم ومو بقيان فيها غير القائم بأعمال القديمة اللي لساته عايش هنيك. وبيفوتوا كلهم لجوا وبيبلشوا يتذكروا ذكرياتهم القديمة، بس منشوف باب المدرسة عم يتسكر لحاله. بعدها بترقص سيسي بغرفة لما بيجي حارس المدرسة تشان فجأة، وبخبروا الطلاب تشاب إنه كلهم تخرجوا عام 2003 وإنه بكرة هو الذكرى السنوية للمدرسة وكمان عيد ميلاد سيسي وبدهم يحتفلوا معها قبل ما تنهدم المدرسة. وبيطلب منهم تشان إنه يمشوا قبل ما تصير الدنيا ليل، وبعدها هو بيمشي وبيبلشوا كلهم بالاحتفال على سطح المدرسة. وبعد مرور شوية وقت بيروحوا سيسي وبرنسس على الحمام، وبتسألها برنسس إذا كانت بتفتقد السيد لي، فبتقلها شوي. بعدها بتطلع برنسس من هنيك. بهذا الوقت بتحسسي بوجود شخص هنيك وبتعتقد إنه برنسس عم تمزح معها، وبتطلب منها تعطيها محارم، ومنشوف إيد غريبة عم تعطيها المحارم. بس لما بتطلع بتلاقي كيونغ وبرنسس هنيك وبتعتقد إنه كانوا عم يحاولوا يخوفوها. بعدها لما بيحاول كيونغ إنه يستمع للتسجيل على الموبايل بصير يسمع أصوات مخيفة كتير فيه. بعدين بيقرروا كلهم إنه يلعبوا لعبة صيد الأشباح، وبيخبرهم كيونغ إنه اسم اللعبة هو ماستر أند كاست، وإنه كل واحد منهم رح يحط $100 بالبركة، ورح يتم كتابة الأدوار على 7 قطعة من الورق، وواحد منهم رح يكون سيد والتاني رح يكون شبح و5 رح يكونوا بشر. وبتستمر كل لعبة لمدة 15 دقيقة، وبمجرد حصولهم على أوراقهم بيتعين عليهم الانتشار والاختباء بمكان ما ممكن حدا يلاقيهم فيه. وبعد ما يعرفوا دور كل واحد منهم بتبلش اللعبة، ولما بيمسك السيد بشخص ماله الشبح لازم الشخص يلي بيتم القبض عليه يقول إنه هو إنسان ويستسلم، وبعدها رح يخلي السيد البشر كمرافقين لإله، ولازم الحاضرين يتبعوا السيد بأيديهم على أكتاف الآخرين. وبعد ما تخلص اللعبة بيقدروا البشر يلي ما قبض عليهم السيد إنه يستردوا $100 تبعهم. وبعدها منشوف كيونغ وسيسي بمكالمة فيديو وبتخبره إنها حصلت على دور الشبح، وبتسأله سيسي عن اختفاء بو. ولما بيعطي كيونغ الموبايل لبو بتقوله لسيسي إنه في شخص وراها، بس هي ما بتشوف أي شخص هنيك. من جهة تانية بيبحث تاسو برنسس عن بقية البشر والأشباح، ومنشوف واحد من رفقاته بيتخبى وراهن، بس لما بيمشي منشوف بعض الأولاد طلعوا من اللوحة وصاروا يلحقوه. بعدها بيصير تاتو برنسس يحاولوا يخافوا واحد من رفقاته، ولما بيحاول يهرب بيمسكوا فيه. بعدين بيخبر تشار سيسي إنه شاف تات هلأ هو بالمستوى الرابع. بهذا الوقت شاف شخص ورا سيسي، بس لما بتشوفه بتخاف وبتبلش تهرب، بس بيتضح بعدين إنه هينغو يلي بيكون واحد من أصدقائهم. بعد فترة وجيزة من انتهاء 15 دقيقة بيطلعوا كل الأصدقاء وبيعطوا المصاري لسيسي، ولما بيصير كيونغ يلتقط لصور منلاحظ إنه في روح موجودة بالصور. بعد شوي بيقرروا كلهم إنه يغادروا المكان، بس بهذا الوقت بتبلش المطر تنزل، فبيروحوا لعند تشان وبيحاولوا يقنعوه،
وبيعطوه سيجارة وبيرة وبياخدوا منه تخته. بس لما بيمشوا من هنيك منشوف إنه في شي بلش يصير لتشان. من جهة تانية منشوف إنه بول صغيرة تعبانة كتير لهيك بتغفى بالحمام. هون منشوف السيد لي وراها، بس فجأة بتصحى وبيختفي السيد لي. بعدها بيسطحوها لحتى تنام برا على التخت، وبيقرروا يبلشوا الجولة التانية من اللعبة، وبيطلعوا كلهم مشان يتخبوا. ومنشوف إنه تشار هالمرة هو السيد وكيونغ الشبح، وبتروح بولا تتخبى بغرفة تشان وبتعتقد إنه نايم، بس منشوف إنه تشان مات بالفعل. من جهة تانية بيخافوا سيسي وبرنسس لما بيشوفوا ساداكو هنيك، بس بيعرفوا بعدين إنه هذا تاتو صديق تاني عم يمزحوا معهم. بس منشوف شبح هنيك بعد ما يمشوا، وبهذا الوقت بيمسك تشار بيبويا اللي بتقله إنه هي إنسان. بعدها بيلاقوا كرة هنيك وبيرميها تشار من الشباك، وبعد ما يمشوا منشوف شبح هنيك وبيقعد على الكرسي. بعدها بيتخبى كيونغ بمكان وبيجي لعنده صديق لإله، وبيطلب منه كيونغ إنه يروح ويتخبى بمكان تاني. بس بهذا الوقت بيشعر بالرعب لما بيشوف إنه بالواقع هذا الشبح مديره يلي بيقله إنه بده يكون بشر مرة تانية. بعدين منشوف إنه كل الأولاد اختفوا من اللوحة وعم يلحقوا تشار وأصدقائه. بعدين منشوف إنه شبح المدير بيجي لعند بو يلي بيكون كمان هنيك موجود شبح السيد اللي عنده، وكتير من أولاد المدارس وكلهم بيحيطوا ببو. بعدين منشوف إنه بول صغيرة مو على التخت وبيبلشوا يدوروا عليها، وبيجي كيون كمان وبيكون خايف كتير. وبعد مرور شوية وقت بتلاقي سيسي بول صغيرة، بس لما بتروح لعندها منلاحظ إنها شبح لسيدة عجوز. ومنرجع للحاضر، وبيقول تشار إنه جده خبره إنه ما حدا يلعب هي اللعبة أبداً، وبيقول كيونغ إنه في سبب لحتى ما حدا عم يقدر يتجرأ إنه يلعبها. بهذا الوقت بيسأله تشار إذا كان بيعرف إنه مات وإنه مرت 7 أيام وهلأ صار وقت يروحوا كلهم على الجحيم، وبيطلب منه إنه يلحقه. بعدها بيختفي بالمراية. بعدين بيشوف كيونغ حاله كشبح بالمراية وبيرجع على غرفته، ومنشوف أرواح الطلاب وتشان والمدير بالبيت. وبالقصة الثانية منشوف بنت اسمها جيني بيكون بدها يكون عندها أسرة وأولاد، وبيكون اليوم هو عيد الأشباح وما زالت قبور أهلها من فترة طويلة. بعدين منشوف اللي عم لامه هو شخص مسنه قصير وبيحمل مظلة سودا، وبيقول إنه هي الليلة هي آخر ليلة لإله بالمدينة، لهيك رح يحاول إنه يقوم بأكبر عدد من الأعمال الصالحة. وبوقف عند ممر المشاة وبيقدر ينقذ امرأة من إنه تصطدم فيها الحافلة، بس المرة بتعصب عليه وبتقله يهتم بشؤونه الخاصة ويبعد عنها. بعدها لما بيكون راكب بباص بيشوف لص فات على هذا الباص وحاول سرقة لام السائق، بس لام بيخليه يرمي السكين من إيده وبيبعده، والسائق بيعجب بشجاعته وقال له إنه رح يعطيه وسيلة نقل لمونكوك. بعدين لما بيكون ماشي بالشارع بيشوف سفاح عم يضرب شخص، فبيجيب له الشرطة وبيهرب السفاح وبيخاف. ومنشوف لام عامل علامة تانية على مقبض المظلة. بعدها بيصادف جيني اللي بتصطدم فيه عن قصد، وبتخدعه مشان يرافقها لشقتها بعد ما تظاهرت إنه رجلها التوت. ولما بيصل لام لجنب مبنى شقتها بيقول إنه في كتير من الناس لقوا حتفهم بحريق العام الماضي بنفس هذا المبنى. بعدها بتطلعوا على شقتها وبتصير تحاول تتقرب منه لحتى تحصل على المال، ولما هو بيرفض خدمتها وبتصير جيني تصرخ وتطلب المساعدة من حارسها الشخصي، فبيكشف لام عن هويته الحقيقية كمخلوق شيطاني وبيقتلهم هن الاثنين وبيلتهم أحشاء جيني. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.